في لحظات قليلة قد يتحول تعب سنوات طويلة إلى رماد. هنا بمنطقة ناجي إبراهيم التابعة لبومعيزة بلدية بن عزوز، تقف عائلة السيد عز الدين جابر أمام واحدة من أصعب المحن التي يمكن أن يعيشها الإنسان. فبعد أن اجتاحت ألسنة اللهب المكان، لم تترك النيران وراءها سوى الدمار. منزل أتت عليه الحرائق، وكل ما يحيط به احترق، لتجد العائلة نفسها في العراء دون مأوى يحميها أو ممتلكات تعينها على مواصلة الحياة. 7 أفراد بينهم أطفال كانوا يحلمون بحياة بسيطة وآمنة، لكن الحرائق بدلت أحلامهم إلى معاناة يومية، وجعلتهم يواجهون واقعا قاسيا لا يحتمل. اليوم لم تعد هذه العائلة تطلب الكثير، كل ما ترجوه هو يد تمتد إليها وقلب يشعر بوجعها، لتتمكن من إعادة ترميم منزلها واقتناء أبسط مستلزمات الحياة الأساسية التي فقدتها بين ألسنة النيران. ومن هذا المنبر تناشد عائلة السيد عز الدين جابر السلطات المحلية وكل المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء للوقوف إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة، والمساهمة بما يستطيعون حتى تستعيد هذه الأسرة حقها في سقف يأويها وحياة كريمة تحفظ لها إنسانيتها. قد يكون ما نقدمه بسيطا في نظرنا، لكنه بالنسبة لهذه العائلة قد يكون بداية أمل جديد وخطوة أولى نحو تجاوز هذه المحنة. فلنتذكر دائما أن التكافل وقت الشدائد هو أجمل ما يميز مجتمعنا، وأن خير الناس أنفعهم للناس.